الرحمن الرحيم. وبين برنامجنا صوت الحياة. صوت الحياة النهاردة معانا كوادر وشخصيات مهمة، كل واحد أثر في المجتمع بشغله. كل واحد له بصمة هنقدمه، وهنقدم البصمة بتاعته، وهنقدم ازاي هو وصل لطريق النجاح، وازاي بقى في السوق معروف كل واحد بمهنته. معايا الدكتورة مروة شطة، خبيرة الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وهي لها حاجة كده زي حاجة تبع السلام والتنمية، حاجة مشهورة بيها. قولي لنا يا دكتورة ايه اللي انتم مشهورة بيه وشغل حضرتك، وبنشوفك في كتير في محافل دولية ومؤتمرات. عرفينا وعرفي المشاهد دكتورة مروة وشغلها الجميل على أرض الواقع. هو انا دايما بحب اتكلم عن تخصصي الاول، يعني انا بحب تخصصي جدا، بحب اتكلم في المجال الصحه النفسيه، عشان للاسف يعني ما فيش توعيه في النقطه دي. الناس مش فاهمه يعني ايه صحه نفسيه، فبيقولوا يعني ايه، يعني ايه هو، يعني انا كئيب شويه، انا تعبان، عادي بنعدي لغايه ما الواحد يقعد يحمل ويجي في الاخر ايه، زي يلاقي نفسه تعب بقى ونهار. زي في مثل ايه، القشه التي قطمت ظهر البعير. تيجي في حاجه صغيره وتروح ايه، الانسان ينفجر ان هو مش من القشه، هو من تراكمات جواه. وعشان كده انا دايما بنصح الزوجين، السعاده بتيجي اولا من الزوج، مش ليس من الزوجه. انت اللي بتصنع السعاده الاول، وبعد كده الزوجه لما بتيجي تشوف السعاده من ناحيه الزوج بتبدا تنشر الحب جوه الاسره. من خلال السعاده والحب الاطفال اللي هم لو في اطفال في الاسره هيطلعوا فعلا اسوياء، والمجتمع برضه هيطلعوا، لان بيشوفوا ابوهم وامهم بعلاقاتهم مع بعض حلوه، فبيكتسبوا من ابوهم ومن اكيد طبعا السلوكيات مكتسبه. الحياه اللي كلنا نفسنا نعيشها، السلوكيات مكتسبه. فليه الحقيقه ايه اللي كلنا نفسنا نعيشها. كل واحد عايز يعيش باستقرار، ان بيخش بيته يلاقي بسمه، بيلاقي ضحكه حلوه، بيلاقي اولاده مبسوطين. يا دكتورة، عايزين تفسير لحضرتك. الأسرة لما بتكون خوية أو فيها مشاكل أو فيها العلاقات بتبقى ساعات غصب عن الزوج أو الزوجة. فجأة بلاقي جوز مش اللي أنا عايز، يعني كل واحد بيبقى له حلم، فجأة لقى حلم مجرد ما الباب بيتقفل. ممكن يكون الحلم بقى الحلم الحقيقي اللي أنا بتمناه، ممكن يكون مش الحلم. أنت بتعملي إيه عشان تغيري اتجاه الأسرة من التعاسة نعمل ايه بقى؟ حلو السؤال ده قوي. يعني افرض مثلا الست الزوجه خلاص هي اختارت واتجوزت، وفي الاخر لقيت شخصيات تانية، صفات تانية في الشخصيه اللي هي مش عايزاها. فبتتفاجئ. طب هي تعمل ايه وهي دلوقتي معاها اطفال؟ انا دايما ما بحبش الموضوع الطلاق. خلاص انت دلوقتي معاكي اطفال، لو انت قادره تصرفي على نفسك ومعاكي دخل ومعاكي يعني خلاص، يعني لو الزوج شخصيه اعتماديه، مخدرات، الكلام ده كله من حقك. انما غير كده اللي هو بقى تقدري بقى هو متعايش وبيعامل ولاده كويس، انت اللي تصنعي السعاده لنفسك، ما تستنيش حد يعملها لك. شوفي حاجه انت بتحبي تعمليها، لازم تعملي بريك لنفسك كل يوم. يعني تقولي طب انا هجيب وقت منين؟ دايما الكلمه دي بتتقال لي، انا اجيب وقت منين؟ ده الكلام سهل، التطبيق صعب، الكلام من ده. طول ما انت هتقولي كده فعلا انت مش هتلاقي حاجه. دايما ايه، يعني عايزين نغير من نفسنا الاول، وبعد كده نغير افكارنا اللي جوانا الاول. شوف افكارنا ايه بتاعتنا ايه الاول، نجيب ورقه كده ونكتب انا افكاري فيها ايه. يعني انا افكاري فيها ايه الصراع اللي جوايا. طول ما الانسان فيه جواه صراع يبقى ما عندوش اللي هو الصحه النفسيه. فاحنا عايزين نوصل لصحه نفسيه، يعني ايه، يعني وسطانيه. احنا كل ما عندناش خلو نفسي من النفس طبعا، بس بدرجات. اللي عنده تكيف واللي مش قادر، الكلام ده كله. فهو لازم يقيم نفسه، يكتب افكاره فيها ايه، ويشوف الحاجات الكويسه اللي في شخصيته يفضل يزوقه فيها. ومن الصحه النفسيه لبطل العالم اللي عمل شغل كتير ودايما متواجد بصوره دايمه، بنشوف للعديد والعديد وهو بيغير من نفسه تلقائيا كل يوم. بنلاقيه التدريبات شغال، البطولات شغاله. عرفنا بنفسك. أنا فرحات محمد المرسي سعيد الشهير بفرحات سعيد، بطل مصر في كمال الأجسام من سنة 83.
وبطل من ابطال تحرير سيناء 25/4/82. ما احنا بنشوفك فعلا مع ذوي الاحتياجات، وبنشوفك كمان مع ابطال حرب 73، وبنشوفك كمان في المؤتمرات 82 شوف 25/4/82 تحرير سيناء. فانا الحمد لله من صغري كنت غاوي رياضه وكده ايام الدراسه، فطبعا ما فيش مستحيل، والرياضه دي حياه بتبعد البني ادم عن اي شيء. فالحمد لله اللهم لك الف حمد يا رب. بدات الرياضه طبعا وانا شبل صغير 15-16 سنه، لسه في ثانوي، والحمد لله اللي انا دخلت الجيش، وبعد ما خلصت الجيش بقى ابتديت بقى الايه الابطال بقى البطولات اللي هي بره مصر انا عملت معاك لقاء قبل كده ويا بطل فلسطين اكتر من 30 شهاده اكتر من 30 شهاده، اللهم لك الف حمد يا رب. وحاليا دلوقتي انا بطل في اتحاد الشرطه اساتذه فوق السن ومدرب، وطبعا الحمد لله كنت مدير عام في اخصائي مدير عام في موظف الحكومه، فخرجت الحمد لله. وحاليا بقى زي ما انت حضرتك كده في المؤسسات اللي هي ايه، مؤسسات حقوق الانسان. ومن حقوق الإنسان ومن الصحة واللياقة وبطل العالم نروح مؤسسة بندعمها الوقت، والمؤسسة شغالة تشتغل على أرض الواقع، هي سفراء السلام في مصر. احنا بنقول كلمة احنا بنقول كلمة ان المؤسسة بتاعتنا حقيقية، المؤسسة بتاعتنا كل شوية بحد بيدخل، اللي بيدخل ويحشر نفسه ليه؟ أنا بشوف في المجتمع اللي يحشر نفسه للخير وللكلمة الحلوة. إن كان هيقول كلمة مش حلوة إن كان هيقول كلمة مش حلوة يبقى بلاشه، لأن الكلمة عنوان، والكلمة شرف، والكلمة مبدأ، والكلمة سلام. حضرتك عرفنا بنفسك. محمود العقباوي، مستشار لجنة تقصي الحقائق منظمة الإنسان الدولية لحقوق الإنسان، ومن المندوب من سفراء الإنسانية التي يقوم بها سيادة المستشار علي العبودي والمستشار بنقول المستشار علي العبودي كل سنة وانت طيب. واحنا النهارده مجتمعين اهوت للمؤسسة بتاعتنا عشان نوحد كلمتنا، وعشان نقول للصف الناس اللي بره اللي محشوره او ملهاش دخل او بتعمل فتنه. ليه الفتنه؟ احنا بندعي للسلام، كل هدفنا السلام. المؤسسات ديت غير داعمه للمال، صح ولا ايه؟ كل اللي بيبقى عايز داخل فيها عايز يقدم خدمه للوطن والمجتمع وبس، صح؟ فكل هواياتنا مجتمع وخدمه. الدكتوره مريم دكتور صحه نفسيه، خدمه وتنميه، مش خدمه ودمار، لان احنا هدفنا التنميه، وهدفنا ان مصر بلدنا تبقى مزدهره بشغل وشغلك وشغل كل واحد فينا. ومعايا رئيس الوحده الوطنيه على مستوى الجمهوريه وعضو بيت الدفاع حقوق الانسان. تقول ايه عن سفراء السلام بتاعنا؟ واحنا لسه دلوقتي هنبدا نشتغل واحنا تحت التاسيس. ايوه طبعا، يعني كلها ايام بسيطه وهنأسس وهنبقى ناس فعلا شغالين. وعشان كمان نقول لحضراتكم ان جاي لنا كلنا رحلات حج 27 رحله فعلا. رحلات الحج ديت هنسافر كلنا تبع الشخص الجميل اللي طيب اللي فكر في المصريين ان يقدم لهم رحلات حج، حس ان فعلا في ناس نفسها تحج ومعهاش. هو قدم لنا ال 27 رحله، احنا الثلاثه من ضمن ال 27 رحله. مين اللي مقدم لنا الرحلات؟ الشيخ حمدي بن لادن. حمدي بن لادن ده شخصيه حقيقيه. ايوه طبعا. وكونه فكر فينا في ان احنا نحج كلنا على حسابه وعلى نفقته الخاصه، احنا بنقول له طبعا تحيه شكر وتقدير لحضرته واعتزاز. واحنا بن لادن على مستوى المملكه ومستوى اليمن وعلى مستوى العالم معروفين مين هم اولاد بن لادن. ناس كلهم قيمه وقامه، وناس من عائلات عريقه من زمن الزمن، مش من النهارده ولا من امبارح. يعني في مجموعه بن لادن، يعني هو فعلا احنا الوقت حقيقه شركه المراسم هنا في مصر بتاعت ولاد بن لادن في مصر. شركه المراسم شركه معروفه، شركه عالميه. احنا الوقت امام المشاهدين اهوت، احنا جالنا كشف بالاسماء وان احنا من ضمن الاسماء اللي هتسافر الحج. انما الاجراءات والتنفيذ
ده في علم الله. واحنا بنقول الوقت من خلال سفراء السلام بتاعنا، احنا بنشوفهم بيشتغلوا شغل حلو، بنشوفهم بيعالجوا ناس وبيسفروا ناس، وكل يوم حالات بتتعرض عليهم وهم شغالين. كلنا شغالنا هدفنا وشغلنا لوجه الله، لا حد فينا بياخد ابيض ولا اسود. بس في ناس بتتبرع للحالات وبتاخد ارقام الحالات دي تليفونيا وبتعالجها، وشفنا ده كتير. شفنا الحاله اللي هي كلفت مليون باين و700 الف. مليون و700 الف. أيوة. كانت في مرسى مطروح، وكان قايم عليها الاستاذ الجماعه بتوع مرسى مطروح، ودول ناس برضو معروفين، وكانت التحويلات عليهم هم على نفس الحاله وعلى طول. واحنا مجرد ما برضو تعلن تذاكر ان احنا هنحج، طلع ناس كتيرة قالوا ان هم متكفلين، اللي ما حوش يعمل الجواز متكفلين يعملوا الجواز اللي هنسافر بيه. أيوة. يعني معنى كده ان هي سفراء السلام دي هدفها السلام، سفراء السلام والإنسانية هدفها السلام والتنمية وحقوق الإنسان. ما هدفناش حاجة وحشة، وأي حد هيتبلى علينا بكلمة وحشة احنا احسن منه، لان احنا هدفنا مع ربنا، وكل اتجاهنا ان احنا نقول كلمة حق وننصر الحق وننصر الغلبان اللي معهوش حد يساعده او حد يقف جنبه يساعده. واحنا من خلال كلمتنا، كل واحد كلمته اهي، بنقدم التحية والشكر للراجل اللي فكر فينا في السعودية في رحلات الحج. بنقول له الف الف شكر، ويا رب يا رب نروح السعودية كلنا ونقدم لبلدنا زي ما انت قدمت لنا، نرفع راية بلدنا للأمام. وتحيا مصر من برنامجنا صوت الحياة، ومعانا السفير عزت. تحب تقول ايه يا عزت؟ اركن السيجارة الأول وقول كلمتين.